في إحدى القرى الهادئة، عاش فتى يدعى سليم اشتهر بذكائه وسرعة بديهته، لكنه لم يكن يهتم كثيرا بقيمة الأمانة. كان يظن أن الكذب أحيانا يمكن أن ينقذه من المواقف الصعبة. ذات يوم، بينما كان سليم يسير في طريقه إلى السوق، وجد حقيبة ثقيلة على جانب الطريق. فتحها بحذر ليجد داخلها كيسا مملوءا بالذهب ومجوهرات براقة. شعر بسعادة غامرة وبدأت الأفكار تراوده: أبهذا المال سأصبح غنيا، سأشتري كل ما أرغب فيه. لكنه تذكر فجأة كلام جده الحكيم الذي كان دائما ما يردد: يا الأمانة هي كنز الإنسان الذي لا يقدر بثمن. بدأ الصراع في داخله بين رغبته في الاحتفاظ بالكنز وبين شعوره بالواجب نحو إعادته لصاحب. بعد تفكير طويل، قرر سليم أن يبحث عن صاحب الحقيبة. توجه إلى السوق وبدأ يسأل الناس عما إذا كان أحد قد فقد شيئا. وبعد فترة، اقترب منه رجل عجوز يبدو عليه القلق والحزن، وقال بصوت مرتجف: لقد فقدت كل ما أملك. إنها أموال زواج ابنتي، ولا أملك غيرها. شعر سليم بوخزة في قلبه، وأخرج الحقيبة من وراء ظهره قائلا: يا هل هذه حقيبتك يا عمي؟ اندهش الرجل وأخذها بسرعة، ثم بدأ في البكاء من شدة الفرح، ودعا لسليم بالخير والبركة. في تلك اللحظة، شعر سليم بسعادة لم يشعر بها من قبل. أدرك أن الأمانة لا تعيد الحق لأصحابه فقط، بل تمنح القلب طمأنينة وسلاما لا يشترى بأي ثمن. منذ ذلك اليوم، صار سليم مثالا يحتذى به في الأمانة، وأصبح الجميع يثقون به ويحبون